بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا بقى زي ما انتم شايفين كده أجمل سندوتشات كبدة بعيش التورتيلا يا جماعة. يلا بقى كده نعمل مع بعض سندوتشات كبدة بقى كده مختلفة. النهاردة نعملها بعيش مختلف. خبز التورتيلا يا جماعة من الحاجات اللي بيبقى طعمها جميل في سندوتشات الشاورما، وبنجيبها كده من محلات. يعني بصوا بقى مفيش أجمل من كده، ونظافة بقى هنعملها في البيت كده مع بعض زي ما انتم شايفين. سندوتشات طالعة جميلة جدا، طعمها تحفة. المكونات كلها عندنا في البيت، فمنشتريش بقى حاجة جاهزة كده من برا، وما نسترخصش بقى يا جماعة كده ونقول احنا هنجيب، لا هنجيب عيش جاهز كده بقى ونروح نحشي كبدة تبقى سندوتشات كبدة. ازاي بقى؟ طبعا العيش اللي بيجي ونحشي كبدة برضه بيبقى جميل، بس نعمل كده خبز تورتيلا يا جماعة ونعمل بقى كده بيه سندوتشات الكبدة، بيبقى طعمه تحفة. طبعا الشاورما طبعا حشوات حلوة، حشوات مالحة. بصوا بقى بينفع في كل الحشوات. طريقته سهلة جدا، هنعمله مع بعض كده في البيت. بس قبل ما نعمله مع بعض كده، انتوا شايفين شكله عامل ازاي. قبل ما نعمله مع بعض هنحضر الحشوة كده مع بعض، اللي هي الكبد والقوانص. طبعا انا عندي كبد وقوانص كده بتاعت فراخ، يعني كانت عندي في الفريزر، فطلعتها وقطعتها كده. قلت النهارده هنعمل بقى ايه، سندوتشات كده بتاعت خبز التورتيلا يا جماعة كده زي ما انتوا شفتوا. معايا المكونات كبد وقوانص، ومعايا شوية بهارات كده، فلفل أسمر وملح وكمون على كزبرة ومعلقة بهارات ولورا. معايا بصلتين، أنا مش هاخد الاتنين، هاخد واحدة بس كده، والتانية هبقى استخدمها في أي وقت تاني. ومعايا فلفل ألوان أحمر وأخضر، وفيهم قرن حامي كده. طبعا هنا الطاسة عندي على النار اهي، مفيهاش أي مادة دهنية، لأن القوانص فيها يعني نسبة دهن كده، فأنا مش حابة برضه تكون نسبة الدهون كتير يا جماعة. هنسيبها كده تتشوح مع بعضها كده وإيه، وتنزل الدهون اللي فيها برضه، وتنزل ميتها كده. قبل ما نحط الكبد عليها هحط لها بس كده ايه، رشة فلفل اسمر ورشة كمون على كزبرة وشوية ملح، واحط لها برضو اللورة، واحط لها حتة القرفة الصغيرة اللي انا كسراها دي، واسيبهم كده مع بعض على النار. يعني ايه 5 دقايق كده بس ينزلوا المية، والدهون اللي في الكبد والقوانص برضو تسيح كده، ونشوف هنضيف عليها الكبد ازاي. طبعا بقى حبايبي ما تنسونيش بقى في اللايك يا جماعة. انا طبعا يعني بشوف الفيديوهات كده، يعني اللايكات عليها ضعيفة جدا، وفيها مشاهدات حلوة بس مفيهاش لايكات. يعني لو كل اللي يتفرج يحطلي لايك طبعا هيبقى خدمني. آه وشكرا ليكم طبعا ان انتوا مهتمين بيا وان انتوا بتتفرجوا على قناتي. بس برضو يا جماعة حطولي اللايك. زي ما انتوا شايفين القوانص كانت نزلت كمية المية اللي فيها، والدهون اللي كانت على القوانص ساحت اهي ونشفت كمان. هنزل دلوقتي عليها بالكبد، انا مقطعاها وغسلاها كده وحط عليها ليمون. يلا بقى كلنا كده نتشجع ونقوم نعمل كده ايه احلى سندوتشات من اللي احنا بنشتريها من بره من المحلات كده لولادنا. طبعا بقى مفيش انضف من كده ولا اجمل من كده، كلها حاجات موجودة عندنا في البيت. فيلا بقى كده كلنا نقوم ونتشجع ونعمل حاجات كده لذيذة تفتح نفس الولاد كده، وتفتح نفسنا احنا كمان. وكأننا كده كنا في المحلات بره. حط بقى بقية البهارات بتاعتنا كده، قلبهم بقى تقليبة كده يا جماعة، ونسيبهم ايه يعني برضو 5 دقايق كده، ايه يخش بس كده البهارات فيهم، وهنزل عليهم ببقية المكونات. طبعا لو في حد بقى أول مرة بيتفرج على القناة عندي ولسه أول مرة يشوفني، أحب أقول له أنت نورتني وشرفتني. يا رب كده تكون القناة ليت إعجابك. ولو القناة عجبتك أو القناة عجبتك يا أختي يا حبيبتي، حطي لي لايك، وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي أنا هعملها. أنا كده كنت ضفت الفلفل الفلفل الألوان الأخضر والأحمر، هسيبهم برضو يتشوحوا شوية كده. وزي ما قلت لكم انا كنت خدت بصلايه واحده، يعني ما خدتش البصلتين اللي انا كنت محضراهم. قطعتها جوانح وهنزل عليها بيها على الكبد والقوانص، وهسيبهم بقى لحد ما يستووا خالص. وابدا ان انا ايه اعجن بقى ايه خبز التورتيلا يا جماعه. بس كده انا بقى هبدا ان انا ايه اغطي عليها واسيبها لما تستوي خالص. ونشوف بقى كده ايه مكونات خبز التورتيلا ده يا جماعه هنعملها ازاي بقى كده مع بعض في البيت بطريقه سهله. طبعا هتاكلي اجمل سندوتشات النهارده.
دول كانوا 3 كوبايات وربع دقيق، معلقة صغيرة بودر، معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة سكر، ربع كوباية زيت، وكوباية مية سخنة. هي مش سخنة بتغلي، بس سخنة يعني درجة حرارتها يعني ايه عالية عن المتوسطة شوية. احط كل المكونات الجافة مع بعضها الاول، معلقة بيكنج باودر صغيرة، ومعلقة سكر صغيرة، ومعلقة ملح صغيرة. 3 كوبايات وربع دقيق، وكوباية مية سخنة، وربع كوباية زيت. ضفت كل المكونات الجافة مع بعض الاول وقلبتهم تقليبة كويسة. هنزل بقى دلوقتي كده بربع كوباية الزيت، هقلبهم برضو كده تقليبة كويسة قبل ما انزل بكمية المية اللي عندي. يلا بقى كل اللي بيتفرج ولسه ناسي يحطيلي لايك، طبعا فضلا وليس امرا، يعني حطيلي لايك حبيبتي اللي بتتفرج عليها، تحطيلي لايك دلوقتي. ادعموني يا جماعة بقى، يعني احنا عايزين بقى القناة تكبر بيكوا بقى ونبقى عيلة كده كبيرة. ما تستخسروش فيها اللايك يا جماعة. دلوقتي دول كانوا 3 كوبايات وربع دقيق وكوباية مية. هما المفروض ان كوباية المية دي كتير عليهم، يعني زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي وانا بعجن. هما ما خدتش كوباية المية كلها وكانت العجينة مظبوطة، فانا حبيت اوريكم ان انا لو ضفت كوباية المية كلها العجين مش يعني هيبقى قوامه طري جدا. واللي انا حسبته لقيته، يعني انا بعد ما كان العجين مظبوط معاك اهو، خدت شوية المية السخنين اللي كانوا في بقية الكوباية، كانوا شوية صغيرين يعني معلقتين كده، دول طرولي العجينة جدا، فاضطريت ان انا احط كمان معلقتين دقيق. فمن الاول كده يا جماعة ننزل بالمية تدريجي لحد ما ايه العجينة تبقى مظبوطة معانا. يعني دول 3 كوبايات وربع دقيق، مش هياخدوا كوباية الا ربع مية. زي ما انتوا شايفين كده شوية المية ومعلقتين المية اللي انا حطيتهم من الاخر دول طرولي العجينة جدا اهي، فاضطريت بقى ان انا نزود ايه معلقتين دقيق. طبعا احنا عايزين العجينة بتاعتنا تكون يعني مش جامدة مش يابسة قوي، ومش طرية بتلزق زي ما هي في ايديا كده، انا عايزة عجينة مظبوطة. دلوقتي خدت معلقتين الدقيق همت في ايديا ونزلت بيهم على العجينة، الم بيهم العجينة خالص، يعني احس ان هي ايه حلوة معايا، لا بتلزق في ايديا ولا جامدة قوي، يعني عجينة متوسطة كده، قوامها وسط، لا طرية قوي ولا جامدة ايه يابسة قوي يعني. طبعا انا بوضح كل الخطوات اهوت عشان لو حد يعني ايه. هو المفروض ان كان فيديو يعني خبز التورتيلا ده يا جماعة كان يتعمل فيديو لوحده، بس انا بقى ما حبيتش ان انا اعمله فيديو لوحده، يعني ممكن اعمله فيديو لوحده بعد كده. حبيت اعمله لكم بقى النهارده كده ايه، بما اني يعني هعمل بقى سندوتشات كبد وقوانص وكده، فقلت اديكم الفكرة يعني ايه مع بعضها كده. طبعا نص ساعة بقى يعني هتكوني عاملة بقى خبز التورتيلا ده يا جماعة، وهنكون مخلصينه، لان هو مش هنستنى بقى لا يخمر ولا محتاجين له بقى ان هو وقت ان هو يخمر ونقرصه ويرفع وكده يعني. انا هغطيه بس كده 10 دقايق العجينة ترتاح عشان اعرف اقطعها كده واشتغل بيها، ونشوف بعد ما خلصتها يعني ايه عجن كده ارتاحت 10 دقايق، هي كده معايا جاهزة اهي. هقطعها بقى كده ايه لكور صغيرة كده او حسب الحجم السندوتشات اللي انت عايزاه. فانا ما حبيتش اكبر السندوتشات قوي، يعني كنت عاوزاها متوسطة كده. فزي ما بتعرفي تقطعي بقى قطعي، لو حابة ان انت تقطعيهم عشان يطلعوا قد بعض بالظبط على ميزان قطعيهم. قبل ما اشتغل فيهم برضه هسيبهم يرتاحوا كده 5 دقايق، واغطيهم بفوطة بتاعت مطبخ نضيفة كده، وارجع افردهم بقى ايه معاكم. هفرد واحدة كده معاكم بس كده الاول، يعني علشان هي مش بتكون لها سمك، يعني المفروض ان خبز التورتيلا ده يا جماعة بيبقى رقيق جدا، يعني احنا مش عايزينه يتنفخ بقى كده ايه ويبقى فرقتين، احنا مش هنحشيه، احنا هنلفه، فاحنا عايزينه رقيق جدا عشان لما نلفه كده على بعضه ما يبقالوش سمك كده، ويبقى ايه سميك زيادة عن اللازم يعني في الساندوتش وكده. نحاول بقى واحنا بنفرد كده ايه ندور يعني العجينة زي ما انتوا شايفين اهو.
يا رب يكون الفيديو يا جماعة نال اعجابكم. زي ما انتوا شايفين هي ملهاش سمك خالص اهو، يعني رقيقة جدا. نكون مجهزين بقى كده ايه، لو عندك بقى طاسة جرانيت، صينية جرانيت او سيراميك. انا طبعا مش متوفر عندي، فسخنت بقى الصينية الألمونيا دي على نار متوسطة، وبحط فيها كده الخبز بتاعنا، خبز التورتيلا، وهديله يعني ايه، اول ما احس ان هو بدأ يعمل فقاقيع كده يا جماعة هبدأ ان انا اقلبه يعني زي ما انتوا شايفين. طبعا مش هحمره قوي يعني، بس هطيبه، لان احنا لسه برضه هنحط بعد ما نلف السندوتشات هنرجعه تاني برضه يتحمص شوية كده عشان يبقى مقرمش وحلو. طبعا انا حبيت بقى ان انا اوريكم يعني الخطوات كلها كده ايه، عشان تبقى قدامكم لو لسه يعني حد ما يعرفش فكرة السندوتشات ديت، طبعا يحب يعملها، فيكون الفيديو كامل كده معاكم يا جماعة. انا كده بقلب يعني العيش التورتيلا ده او خبز التورتيلا ده كويس كده، وطيبه برضو من كل الجوانب، اتأكد ان هو برضو مستوي كويس مش ني. ونكون محضرين بقى فوطة جنبنا كده بتاعت مطبخ نضيفة. الرغيف اللي احنا هنطلعه هنحطه بقى ايه في قلب الفوطة دي كده ونغطيه علشان ما ينشفش بسرعة. اللايك بقى يا جماعة، كل اللي ناسي يحط لايك بقى ينزل يحط لايك. انا بخبز معاكم كده اهوت مستمرة يعني. وطبعا يا جماعة بقى ايه اللي حابب يعني ان انا اعمل اي حاجة تكون هو مثلا في باله وانا ما عملتهاش، يبعت لي تعليق ويقول لي يا سمر احنا نفسنا انت بتعملي كذا وكذا، برضو انتوا عيلتي برضو قولوا لي يعني ايه اللي انتوا عايزينه اعمله لكم. يعني ايه اكتر حاجة انتوا بتحبوها انا ممكن اعملها. عايزين روتينات في البيت، عاوزين طبعا بعيد عن المقالب بقى والحاجات دي، روتينات في البيت، انواع تنظيفات مختلفة، حد برضه عايز يسألني عن حاجة يعني يستشيرني في اي حاجة، انا تحت امركم طبعا. وانتوا مشرفيني ومنوريني والله زي ما قلت لكم. انا مستمرة معاكم في الخبز كده اهو. يا دوبك كده اول ما يبدأ يعمل فقاقيع زي ما انتوا شايفين كده، نبدأ ان احنا نقلبه يا جماعة. طبعا الخبز طالع بصوا بقى ما اقولكوش يعني ناجح جدا وطري بقى ومظبوط جدا، وكان في السندوتشات طعمه تحفة يا جماعة والله. يعني احسن ما نشتري عيش كده ونحشيه بقى كبد وقوانص، سواء عيش فينو او سياح. انا هنا برضو بوريكم هنا طريقة اللف اهو. طبعا الحشوة بقى ممكن تعملوه اي سندوتشات يعني، ممكن بطاطس، ممكن انا هضيف دلوقتي مع الكبد والقوانص دي بطاطس انا حمرتها يعني. ممكن بقى شاورما، ممكن اي نوع سندوتشات انتي تحبيه يعني. ممكن برضو في سندوتشات حلوة ممكن تتعمل بالعيش ده يا جماعة، موز ونحط معاه قشطة ونلفه كده برضو ونرفعه على النار، هيبقى نوع من السندوتشات الحاجات الحلوة يعني. طبعا العجينة دي بتنفع للسندوتشات الحلوة والحادقة يا جماعة، يعني مش حاجة معينة. الحشوة دي بقى كده ترجع لك. انا حبيت بس النهاردة ان انا اعمل ايه، كبد على قوانص يعني كانت عندي وكده. خلاص انا لفيت الكمية اللي معايا كلها، ودهنت الصينية بتاعتي كده بمنديل دهنة خفيفة خالص زيت، وهحط بقى فيها كده سندوتشات على نار متوسطة، ما تكونش عالية يا جماعة، ما تكونش واطية قوي. وهبدأ ان انا اقلبهم كده من وقت للتاني لحد ما ياخدوا لون برضو كده من كل الجوانب واطلعهم. زي ما انتم شايفين كده انا بدأت ان انا اقلب فيهم يعني، بدأوا كده ياخدوا اللون. صدقوني الحتة بقى اللي بتاخد اللون ده بتبقى مقرمشة، بتبقى تحفة يا جماعة في الاكل. طبعا بقى لو عندك جريل يعني ممكن تعملي عليه بقى ايه الخطوة دي. طبعا كل المكونات من عندنا من البيت بقى، ما جبناش اي حاجة من بره. وشايفين شكل السندوتشات عاملة ازاي بقى، مجرنش كده الطبق بتاعنا واحنا بنقدمه لولادنا او لأي حد. رب يكون الفيديو عجبكم، استنوني في فيديو جديد ومع السلامة.